ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. اخيرا الاي سيم اشتغل وعملنا فيديو وجربنا فيه الخدمه وكل الكلام الحلو ده، بس حرفيا في تفاصيل كتير الناس كلها محتاجه تعرفها، لان تحس كده ان الموضوع غامض ولما بتسال الشركات ما يبقاش عندهم كل التفاصيل. علشان كده انا عملت لك الفيديو ده وجمعت لك فيه كل التفاصيل عشان تبقى خارج باجابات على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. ايه هي الاي سيم من الاخر، وايه مميزاتها فعلا، وهنستفيد منها في ايه، وازاي الاي سيم بتتفعل في الاربع شركات، وايه سعرها في كل شركه، وازاي اعرف موبايلي بيدعم الاي سيم ولا لا، ولو ما بيدعمش ايه الطريقه اللي اخليه بيها يدعم الاي سيم، وايه الشركات اللي اقدر افعل من عندهم اي سيم عن طريق الابلكيشن، وايه الشركات اللي لازم اروح الفرع، وهل الشركات اللي لازم اروح الفرع هتستمر كده ولا قريب ممكن افعل عن طريق الابلكيشن، واقدر اشغل كام اي سيم مع بعض في نفس الوقت، وهل الشريحه العاديه الفيزيكال هتفضل شغاله معاهم برضو، وهل لو عملت ريست للموبايل بتروح ولازم ارجع للشركه تاني علشان افعلها، طب هل لو مسحتها وعملت سكان للكيو ار كود مره تانيه هتشتغل تاني، وهل اقدر انقلها للموبايل تاني لو غيرت موبايلي من غير ما ارجع للشركه وادفع تاني، ولو خدت باك اب من الموبايل القديم وحطيته على الموبايل الجديد هترجع تشتغل تاني ولا لا، ولو عملت الاي سيم نقل على موبايل تاني من اعدادات الموبايل هل هتشتغل على الموبايل الجديد ولا الشركات قافلاها في مصر؟ طب لو الموبايل بتاعي اتسرق والاي سيم موجوده فيه ايه اللي هيحصل واتصرف ازاي؟ والكيو ار كود اللي واخده من الشركه ده لو ضاع مني وحد سرقه هيقدر ياخده ويضيفه على موبايله؟ واخيرا هل في فرق في قوه الشبكه بين الشريحه العاديه والاي سيم؟ كل ده بقى واكتر هنعرفه في فيديو النهارده. فبالتاكيد طبعا يا عزيزي المشاهد قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الحاجات الجديده. قبل ما اقول لك ايه هي الاي سيم لازم تعرف الاول ايه هي شريحه السيم اللي راكبه في موبايلات كل الناس دلوقتي. والسيم هي اختصار سبسكرايبر ايدنتيتي موديول او وحده هويه المشترك. شريحه السيم العاديه الصغيره اللي كلنا عارفينها ديت فيها ذاكره بتتراوح ساعتها من 32 كيلو بايت ل 128 كيلو بايت، وبتحتوي على بعض المعلومات الاساسيه والمهمه جدا اللي بتتيح لجهازك الاتصال بشبكه الاتصالات. المعلومات دي زي الانترناشونال موبايل سبسكرايبر ايدنتيتي او معرف المشترك الدولي، وده رقم بيستخدم لتعريف المشترك على الشبكه. الرقم الطويل ده بيحتوي على كذا حاجه زي الموبايل كانتري كود او رمز البلد، والموبايل نتورك كود او رمز الشبكه، والموبايل سبسكرايبر ايدنتيفيكيشن نمبر او رقم تعريف المشترك، وده بيستخدم عند اتصالك بالشبكه علشان يتم تحديد هويتك. يعني من الاخر كده الموبايل بتاعك لما بتركب فيه السيم كارد بياخد المعلومات اللي جوه السيم كارد ديت وعن طريقها بيروح يتصل بشركه الاتصالات، فسيستم شركه الاتصالات يلاقي ان الموبايل ده بيكونكت بيه عن طريق البيانات اللي احنا لسه قايلينها من شويه ديت، فيعرف ان البيانات ديت بتاعه الاكونت الفلاني اللي هو بتاع انيس مثلا، لان هو متسجل عنده ان البيانات اللي في الشريحه ديت مربوطه بالاكونت بتاع انيس اللي رقم موبايله كذا 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 بقى وعامل باقه كذا وهكذا. السيم ما بتحتويش على البيانات دي بس، ده كمان بتحتوي على الاوثنتيكيشن كي او مفتاح التشفير، وده رقم سري بيستخدم لتامين الشبكه. وكمان السيم كارد الصغيره ديت بتحتوي على معلومات الشبكه اللي هي بتعرف الموبايل بتاعك يروح يتصل بانهي شبكه من شبكات الاتصالات، فودافون ولا اورنج ولا اتصالات وهكذا. وكمان بيبقى فيها الكونفيجريشن داتا اللي بتظبط لك الخدمات بتاعه الفويس ميل والرومينج او التجوال والاس ام اس، وطبعا بتحتوي كمان على رمز البن ورمز الباك وحاجات كده عشان السكيورتي، عشان تقفلها عشان لو ركبتها في اي موبايل تاني ما تفتحش. وتقدر كمان تخزن عليها بعض جهات الاتصال والرسائل اس ام اس، بس الكلام ده كان زمان في الموبايلات القديمه، دلوقتي الموبايلات بقت تخزن الحاجات ده على نفسها. فمن الاخر احنا عرفنا دلوقتي ان السيم كارد الصغيره ديت هي عباره عن ذاكره عليها مجموعه من البيانات الموبايل بتاعك بيستخدمها علشان يتصل بسيستم شركه الاتصالات، وسيستم شركه الاتصالات يعرف انت مين ويربطك بالاكونت بتاعك ورقم موبايلك والباقه بتاعتك والكلام ده كله. الفرق بقى بين السيم كارد اللي احنا اتكلمنا عليها ديت والاي سيم الجديده هو فرق واحد وحيد، ان بدل ما المعلومات ديت مخزنه على شريحه خارجيه هيتم تخزينها على شريحه داخليه داخل الموبايل. كل حاجه زي ما هي والشبكه زي ما هي والباقات زي ما هي وكل حاجه مفيش اي تغيير، غير ان انت هتاخد شويه الداتا اللي كانت على السيم ديت تحطها جوه الموبايل بتاعك بدل ما تقعد تفك الشريحه وتركبها. وده بقى يا عزيزي المشاهد يجيبنا لنقطه انا هستفيد ايه وايه المميزات اللي هتقدمها لي الاي سيم. يعني ليه اخزن المعلومات بتاعتي اللي بتصل بيها بالشبكه على شريحه مدمجه امبيدد داخل الموبايل وما ركبش شريحه فيزيكال عاديه في الموبايل من بره؟ واول ميزه يا عزيزي المشاهد هو سهوله التبديل بين الشبكات ودعم اكتر من شريحه على نفس الموبايل. يعني افترض مثلا ان انت عندك خطوط كتير، عندك خطوط من كل الشركات واكتر من خط وبتستخدم خطوط كتير وبتسافر بره مصر وعندك خطوط في كل دوله والموضوع بالنسبه لك كبير، فبالتاكيد مش كل ما هتحتاج تشغل خط من الخطوط ديت ان انت هتجيب دبوس شريحه وتقعد تفك شريحه بتاعه البلد دي وتركب البلد الثانيه، او لو انت في نفس البلد تقعد تفك الخط بتاع البلد او بتاع الشركه الاولانيه وتركب الشركه الثانيه وتفك الثانيه وتركب الثالثه وتقعد تغير في الشرايح كل شويه بدبوس. لا، الاي سيم بتمكنك ان انت تضيف عدد يصل ل 10 خطوط مع بعض على الموبايل في نفس الوقت. والحاجه بقى المهمه جدا هي دعم تشغيل اكتر من شبكه مع بعض في نفس الوقت. يعني انت بتقدر تضيف لحد 10 خطوط ولكن بيشتغلوا 2 بس مع بعض في نفس الوقت. ده مفيد للناس اللي الموبايل بتاعتها ما كانتش بتسبورت غير خط واحد، لان مفيش مكان في الموبايل تركب فيه غير فيزيكال كارد واحد. موبايلات بقى زي الايفون، موبايلات زي سامسونج مثلا اللي موجوده في بعض البلاد برضو بتسبورت خط واحد بس. دلوقتي الناس دي تقدر تضيف اكتر من خط وتشغل 2 منهم مع بعض في نفس الوقت، او تبدل بقى اي واحد من الاثنين دول بقى واحد تاني
في نفس اللحظه. وعلى فكره كمان انت تقدر تشغل السيم كارد القديمه مع الاي سيم في نفس الوقت، بس برضو المجموع في النهايه سواء سيم او اي سيم كلهم على بعض كده ما ينفعش تشغل غير اتنين مع بعض بس في نفس الوقت. تاني ميزه بقى يا عزيزي المشاهد الاي سيم، وهي توفير مساحه داخل الموبايل او داخل الجهاز اللي انت بتستخدم فيه الاي سيم. عزيزي المشاهد انت مش متخيل مصنعين الاجهزه زي الموبايلات وزي الساعات الذكيه بيركزوا قد ايه ان هم يوفروا كل ملي في مساحه الموبايل. انت ممكن تبقى شايف الموضوع بسيط، يعني المكان بتاع السيم كارد ده هياخد قد ايه في الموبايل، لا بالنسبه لهم دي حاجه كبيره، وكل ملي بيوفروه ده بالنسبه لهم انجاز. يقدر في الكام ملي دول يزود فيهم حاجات مهمه جدا في الموبايل زي البطاريه مثلا او حاجات تانية كتير. يقدر يخلي الساعات الذكيه تدعم الاتصال بالشبكه عن طريق اي سيم، لان مفيش مكان يقدر يحط فيه بيت للخط او للسيم كارد جواها. يقدر يخلي الاجهزه السمارت اللي هتبقى موجوده في كل حته في المستقبل والانترنت اوف ثينجز او الاي او تي يشتغل بكل سهوله وبكل اريحيه. كمان الاي سيم بتوفر لك امان اعلى في الموبايل، وان الموبايل بتاعك حرفيا ما بيتسرقش. لو انت معاك مثلا موبايل اندرويد من الموبايلات اللي هي ما بتقفلش، لو جيت تقفل الموبايل لازم تكتب الباسورد عشان الموبايل يتقفل، فبالتالي هو مش هيتقفل. على عكس مثلا لو هو اتسرق قبل كده وعندك سيم كارد فهيطلع الشريحه ويرميها، فبالتالي هو اتفصل عن الشبكه فمش هتقدر تحدد مكانه. كمان برضو الميزه الاهم من كده، انت في العادي خالص لو الموبايل بتاعك اتسرق ممكن الحرامي اللي سرقه ده ياخد السيم كارد بتاعتك ويحطها في موبايل تاني ويوصل بقى لحساباتك البنكيه وحساباتك في كل حاجه ويسرق منك حاجات اكتر وينتهك خصوصيتك، خصوصا كمان لو انت مش عامل بين كود للشريحه ديت او حتى عامل بين كود بس هو بشكل ما من الاشكال عرف يجيب رقم موبايلك وقدر يجيب الباك كود وفك البين كود ده. الموضوع اصلا بيبقى سهل، فبالتالي بيقدر يوصل للرقم بتاعك وياخد حساباتك على ما انت تروح توقفها. انما الاي سيم هو لو سرق الموبايل والاي سيم محطوطه جواه مستحيل يعرف يشغلها او يوصل لرقم موبايلك او يتصل من خلاله او يعمل من خلاله اي حاجه او ينقلها على موبايل تاني. والكيو ار كود اللي انت بتاخده من الشركه ده وبتسكانه على الموبايل بتاعك عشان تادي الاي سيم او تضيف الاي سيم، الموضوع امن جدا، لان انت مجرد ما بتضيفه اول مره لو عملت له سكان على 1000 موبايل بعد كده هو خلاص اتضاف على الموبايل ده ومش هيتضاف على اي موبايل غيره غير لما تروح للشركه وتطلع كيو ار كود جديد. فالاي سيم حرفيا امان جدا جدا جدا. بس طبعا مفيش حاجه ليها مميزات بس، يعني اكيد في عيوب. وعيوب الاي سيم هي عدم الانتشار الكامل، لسه برده مش موجوده حتى الان في كل الدول، بتعتمد كتير على البرمجيات، ولو انت سيء الحظ وحصل عندك مشكله فهتواجه صعوبات على ما المشكله دي تتحل. صعوبه التبديل السريع بين الاجهزه، لو انت عايز تنقل الاي سيم من موبايل لموبايل تاني فمش مجرد انت تفك الخط وتركبه في الموبايل تاني ويشتغل زي سهوله السيم العاديه. الاعداد بتاعتها مش سهله لكل المستخدمين زي السيم العاديه بتركبها في الموبايل وخلاص، لا لازم حد يخش ويقاد، وممكن في ناس ما تعرفش تعمل كده. كمان برضو من عيوبها ان هي مش متوافقه مع كل الاجهزه القديمه، وكمان من عيوبها ان هي بيبقى فيها تكاليف او احتمال يبقى فيها تكاليف على حسب الشركه اللي انت تابع ليها وعلى حسب الدوله اللي انت فيها. طب ازاي بقى بتشغل الاي سيم على موبايلك، وتحديدا هتعمل ايه لو انت في مصر مع الاربع شركات علشان تشغل الاي سيم واسعار الخدمه هتبقى كام؟ فاكرين لما قلت لكم في اول فيديو ان السيم كارد القديمه بيبقى عليها مجموعه من البيانات الموبايل بتاعك محتاجها عشان يتصل بالشبكه؟ البيانات ديت احنا عايزينها تبقى موجوده على الاي سيم الداخليه اللي جوه الموبايل. كل الفكره بقى انت عشان تشغل الاي سيم محتاج تداونلود الملفات البسيطه اللي بتبقى على سيم كارد ديت بس عن طريق الانترنت، تحطها على الامبيدد سيم او الشريحه الداخليه اللي جوه الموبايل او الاي سيم. بتداونلودها عن طريق ايه؟ لازم طبعا الموبايل بتاعك يكون متصل بالانترنت او بالواي فاي، وبتروح لشركه الاتصالات اللي انت تابع ليها تجيب منها الكيو ار كود اللي انت بتسكانه علشان يوصلك بسيستم شركه الاتصالات اللي من خلاله هتداونلود الداتا بتاعتك وتخش جوه الاي سيم بتاعتك. موضوع بقى ان انت ازاي تجيب الكيو ار كود ده من شركه الاتصالات بيختلف من بلد لبلد ومن شركه لشركه، يعني ممكن تلاقي الموضوع مختلف في نفس البلد بين الشركات وبعضها. في شركات بتديك كيو ار كود بس وانت لازم تروح الفرع ويديك الكيو ار كود تسكانه بالموبايل، وفي شركات بتقدر تعمل الكيو ار كود ده عن طريق الابلكيشن بتاع الموبايل زي ما احنا عملنا في الفيديو بتاع اورنج كده اللي عملناه من كام يوم. يعني مثلا عندنا هنا في مصر فودافون، اتصالات، وي لازم تروح الفرع علشان تاخد الكيو ار كود. وفي شركات هتديك الكيو ار كود في حاجه زي ريسيت كده بتسكانه بالموبايل، وشركات بتاخد الميل بتاعك وتبعت لك الكيو ار كود على الميل. اما بقى بالنسبه لشركه اورنج فتقدر برضو تعمل الموضوع ده عن طريق الفرع، ولكن بالاضافه ان انت تقدر تعمل برضو الموضوع ده من الابلكيشن بتاع الموبايل. وقريب بعض الشركات في مصر اللي انت لازم تروح الفرع هتضيف الميزه ديت على الابلكيشن بتاعها. تعالوا نروح بقى لاهم حاجه وهو سعر الاي سيم. للاسف يا عزيزي المشاهد سعر الاي سيم هنا في مصر جه عكس التوقعات. فودافون، اورنج، اتصالات 300 جنيه لو انت هتستبدل الشريحه بتاعتك لاي سيم، او 350 جنيه لو انت بتشتري خط جديد وعايزه يبقى اي سيم على طول. شركه وي 270 جنيه لو انت بتبدل الشريحه القديمه بتاعتك لاي سيم، و330 جنيه لو انت بتشتري خط جديد وعايزه يطلع على طول اي سيم. بمجرد ما تشترك معاهم في الاي سيم وبتاخد الكيو ار كود ده بيبقى صالح معاك ان انت تسكانه وتقاده على الموبايل بتاعك
في خلال 5 ايام، واول ما بتاخد الكود ده اصلا قبل ما تسكان الموبايل الشريحه القديمه بتقف، فانت لو ما عملتلوش سكان خلال 5 ايام بيقف ولازم تروح تطلع واحد جديد وهتدفع فلوس من الاول تاني. طب انت لو عملت له سكان على الموبايل وخلاص ضفت الاي سيم ده على الموبايل بتاعك وحبيت تنقل الاي سيم ديت لموبايل تاني او حذفت الاي سيم وعايز تضيفها، فبتضطر ان انت تدفع 300 جنيه من الاول تاني او 270 لو انت مع شركه وي مثلا. وخلي بالك في الاسعار برضو لما بتيجي تعملها من الابلكيشن بتاع الموبايل بتكلفك اكتر من ال 300 جنيه. يعني في اورنج لو تفتكروا في الفيديو كلفتني 430 جنيه لان هو بيخصم 300 جنيه رصيد، فاضطريت ان انا اشحنهم 430 جنيه عشان يوصلوا ال 300 جنيه اللي هيخصمهم للاي سيم. انما لو رحت الفرع هدفع 300 جنيه بس مش 430 جنيه. تعالوا نروح بقى للحاجات التكنيكال، واولها هل يمكن نقل الاي سيم من موبايل لموبايل تاني؟ تقدر تنقل الاي سيم من موبايلك القديم لموبايلك الجديد، ولكن مش هتشتغل على موبايلك الجديد لان الشركات الاتصالات في مصر مش بتتيح ان انت تستخدم نفس المعلومات ديت على موبايل تاني. لازم تطلع كيو ار كود جديد وتروح للشركه وتدفع من الاول تكلفه الكيو ار كود او تكلفه الاي سيم التاني. طب السؤال التاني بقى واهم سؤال حرفيا لان ناس كتير جدا بتساله لي، انا دلوقتي لو ضفت الاي سيم على الموبايل بتاعي وعملت بقى ضبط مصنع او فاكتوري ريسيت او اريس اول داتا وخلاص فرمطت الموبايل كله، الاي سيم هترجع تاني؟ والله على حسب عزيزي المشاهد، سواء انت اندرويد او ايفون وانت بتعمل ريسيت للموبايل هيسالك عايز تفضل محتفظ ببيانات الاي سيم ولا لا. لو فضلت محتفظ بيها الموبايل هيفرمط كل حاجه فيه ويرجع جديد، بس هتفضل الاي سيم شغاله زي ما هي. لو مسحت الاي سيم فبالتالي بقى خلاص هي كده طارت من الموبايل، وده الاجراء اللي انت بتعمله لو انت هتبيع الموبايل. طب سؤال تاني مهم جدا، انا لو خدت باك اب من الموبايل ده على الايتونز مثلا، انا بستخدم ايفون او ما شابه ذلك في الاندرويد، وعملت ريسيت للموبايل ومسحت الاي سيم وعملت ريستور للباك اب ده على الموبايل او على موبايل تاني احدث منه، طورت الموبايل تاني وبالايتونز مثلا نزلت له الباك اب ده ونرجع لي كل البيانات، الاي سيم هترجع؟ لا، الباك اب ما بياخدش الاي سيم. تعالوا نروح لحاجه مهمه جدا وانا مستغرب يا جماعه والله ان هي بتتسال لي. ناس كتير بتقول لي ازاي اعرف موبايلي بيدعم الاي سيم ولا لا، والناس بقى في الكومنتات على الفيديو اللي فات موبايل كذا بيدعم الاي سيم ولا لا. هتدخل على موقع اسمه جي اس ام ارينا وتيجي كده في السيرش تكتب الموديل بتاع الموبايل بتاعك وليكن مثلا جالاكسي اي 55 ونعمل سيرش كده عليه. طبعا هو هيجيب لك كل تفاصيله وبيانات الموبايل. هتيجي في الجزئيه بتاعت البادي ديت من على الشمال وهتلاقي عندك حاجه اسمها سيم، هتقعد تبص كده هتلاقيه بيقول لك ان هو بيسبورت الاي سيم. طب ايفون 12 برو مثلا هو جالي اهو قدامي بالصدفه دلوقتي، هخش على سيم هلاقيه بيقول لي هنا ان هو بيسبورت برضو الاي سيم. ريدمي نوت 13 ده مثلا عايزين نشوف بيسبورت الاي سيم ولا لا. هاجي هنا على السيم، لا مش هلاقي بيسبورت الاي سيم. طب نروح بقى للحاجه المهمه جدا اللي بعد كده، هل لو موبايلي مش بيسبورت الاي سيم اقدر اقلبه واخليه يشتغل اي سيم؟ في حل بس انا ما جربتوش، انا شفت له فيديوهات بس، ولما سرشت عليه لقيته فعلا شغال، بس ما اقدرش اكد لك اي حاجه 100% غير لما انا اللي اكون جربتها بنفسي. الاختراع ده عايزي المشاهد عملته شركه اسمها اي سيم مي. الشركه ديت بتديك شريحه اي سيم بس بتركبها في المكان بتاع الخط العادي خالص بدل السيم، وبتنزل ابلكيشن على الموبايل بتاعك بتاع الشركه ديت، ومن خلاله بتقدر تسكان الكيو ار كود وتضيف البيانات بقى اللي هينزلها لك الكيو ار كود ده من شركه الاتصالات على الاي سيم اللي انت ركبتها في مكان السيم، وبالتالي تبقى شغلت اي سيم على الموبايلات اللي مش مدعوم فيها اي سيم. على حسب ما انا فهمت الاي سيم مي ديت قابله لان انت تعمل عليها اعدادات او تحط عليها البيانات اللي بتتحط على السيم العاديه او على الامبيدد سيم او الاي سيم اللي بتبقى داخليه جوه الموبايل. فهي كده فكره ممكن تسرشوا عنها، انا زي ما قلت لكم كده هي دي كل فكرتها. ما اعرفش بقى الكلام ده صح، انا شفت له فيديوهات كتير وفعلا شغاله، بس انا برضو مش متاكد غير لما اجربها بنفسي. ففي النهايه اتمنى الفيديو ده يكون جاوب لكم على كل الاسئله اللي كانت بتدور في دماغكم. لو حد عنده اي سؤال تاني اكتبوا لي برضو في الكومنتات، نبقى ناخده بعد كده في فيديو اسئله او حاجه علشان مفيش حد يبقى عنده سؤال مش عارف اجابه ليه. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say.